لو فاز اليمن اليوم كل السياسيين وكل القائمين راح يقولون مبروك واليمن واحنا عملنا واحنا سوينا وصور وتهنئه وورود السؤال مهم جدا. شنو شعورك من انت تشوف فريق ما قدمت له اي شيء قاعد يقدم لك، قاعد هو يقدم لك وانت جالس بس تتابع؟ فاز تبارك له، ما فاز تتعكز على الظروف وتتعكز على التركه ثقيله والوضع البلد والى اخره. يا أخي هالرياضة وهذه كرة قدم، وأنتم تشوفون شعبكم محب لكرة القدم ومتابع بشكل كبير ومتفاعل بشكل كبير. على الأقل اسعى. أنا بوجهة نظري القائد ما يتعكز على أخطاء اللي قبله ولا على المشاكل، يحاول يحفر بالصخر حتى أنه ينتشل فريقه، ينتشل البلد، يحاول ينهض بالواقع، يحاول يقدم أي شيء. والله حرام عليهم والله العظيم هالمواهب هاي اللي موجودة. شوف أنا في وجهة نظر أغلبنا يعني كليتنا توقعنا وضع المنتخب اليومي راح يكون سيء في مباراة اليوم، لكن اليوم اللاعبين سكتونا. 90 دقيقة جري، مهارة فردية، جمل تكتيكية، كل شيء سووه في عالم كرة القدم. يعني حتى الحراسة أشكلنا على الحراسة، نزل الحارس كذلك عوض زملائه. فشوية اصحوا يا ناس، اصحوا. هذه كرة القدم دائما رسالة، دائما توحد الشعوب، دائما تخلي الكبير والصغير يكون موجود ومتفاعل. وهذه كأس الخليج